السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم ان شاء الله. غادي نحضروا واحد الكيك سهل واقتصادي في نفس الوقت. بالنسبه لهذا الكيك غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، شويه ديال الملحه، واحد الكيس نكهه الفاني او ديال الازا ديال الزهر. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان. اما غنستعمل الطراب اليدوي او نستعمل الخلاط الكهربائي او نستعملوا الباتور. المهم انا غادي نخلط شويه وغادي نستعمل الخلاط الكهربائي حتى يولي عندي هذا الخليط كريمي، ونرجع ان شاء الله نكمل معاكم. هذا هو الخليط بعد ما ضربته في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، غادي نضيف قشور ديال الليمون، غادي نضيف كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الكوك، ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق عفوا بالتدريج. غادي نزيد نضيف 2 اكياس ديال الخميره الحلويات، عندي هنا فئه 8 غرام. صافي هذه هي الكميه ديال الدقيق اللي محتاجه كيف ما كنلاحظوا. غادي نخلط مزيان وغادي نجيب واحد الاناء مدهون
بالزبده ومرشوش بالطحين باش غادي نضيف ليه هذا الكيك. صافي هذا هو المول. غادي نضيف الخليط. صراحه عندي بزاف ديال الليمون ولكن هذا هو المفضل عندي، كنبغيه بزاف انه صراحه ما تيحرقش وزوين. ممكن ديروا اي مول. عندي شويه ديال الكوك غادي نديرهم من الفوق صافي. وغادي ندخلها الفران على 180 درجه. كنشعل عليها غير من التحت. بالنسبه للفران عندي الفران ديال الضوء ما تنديرو بارد، ما كنسخنوش من قبل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتعليق. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم بحول الله.